السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في قناة عالم ليمو. كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. يستقبل المسلمون شهر رمضان المبارك بالفرح والسرور والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل ما تبقى من أيام شعبان جابرة للقلوب، ساترة للعيوب، ماحية للذنوب، مفرجة للكروب. إن شوقنا لشهرك قد زاد يا رب، لا تحرمنا وأحبتنا من صيامه وقيامه. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر مع ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المعظم يتحول الشارع المصري إلى احتفالية جميلة، فتنشط حركة الناس في الأسواق بغرض شراء مستلزمات رمضان المتعارف عليها، وتزيين الشوارع بالأوراق والفوانيس الملونة. ويزيدها جمالا منظر الأطفال الحاملين معهم فوانيس رمضان التقليدية، وهم ينشدون بعض الأغاني، ومن أشهرها حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو. ومما يميز الشارع المصري في شهر رمضان أصوات قارئي القرآن المعروفين في مصر، ومنهم الشيخ محمد رفعت، والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والشيخ محمد صديق المنشاوي، والشيخ رمضان عبد المعز، والمنشد الديني مصطفى عاطف، ومحمود خليل الحصري، وأدعية الشيخ محمد متولي الشعراوي، والتي تستمع إليها في كل مكان، وذلك للحفاظ على روحانية هذا الشهر الكريم وصون عبادة الصيام. الأطباق الرمضانية في مصر، لعل أول الأطباق صحن الفول المدمس، وهذا الطبق الرمضاني لا تكاد تخلو منه مائدة رمضانية، حيث ينتشر باعة الفول في كل مكان في مصر بصوتهم المميز الذي يحث الناس على الشراء قائلين: إن خلص الفول أنا مش مسؤول، ما خطرش في بالك يوم تفطر عندنا. والمائدة الرمضانية غنية جدا ومتنوعة، حيث يبدأ الناس بالإفطار بالتمر مع شرب الحليب وقمر الدين والخروب وأكل الخشاف، وقد يحلو للبعض أن يشرب العصائر الطازجة كالبرتقال أو المانجو أو الشمام. وبعد العودة من صلاة المغرب يبدأ الناس بتناول الأطعمة التي تملأ الموائد بجميع أنواع الأطعمة وكثرتها، مثل الملوخية والشوربة والخضار والمكرونة بالبشاميل، وتزيين المائدة بالسلطة الخضراء أو سلطة الزبادي بالخيار، ومحشي ورق عنب والدجاج المشوي أو بعض المشويات كالكباب والكفتة. وتتنافس النساء مع بعضهن في تحضير الطعام وتبادل العزومات والولائم مع الأهل والأقارب. وبعد الانتهاء من الإفطار لابد من التحلية ببعض الحلويات، ومن أشهرها الكنافة والقطايف والبقلاوة والمهلبية وأم علي وبلح الشام. صلاة التراويح، ينطلق الناس لأداء صلاة التراويح في مختلف المساجد، حيث تملأ بالمصلين من مختلف المراحل العمرية، وللنساء نصيب في هذا الميدان، فلقد خصصت كثير من المساجد قسما للنساء يؤدون فيه هذه المشاعر التعبدية. فانوس رمضان في مصر، تعتبر فوانيس رمضان من أهم المظاهر الشعبية في مصر خلال شهر رمضان، حيث تعطي طابعا احتفاليا مميزا مما يذكرهم بالفرحة واللمة التي تتميز بها الأفراح لدى العرب والمسلمين، ليغنوا وينشدوا أغاني رمضان. كما يرى الكثير أن الفانوس يمثل رمزا خاص بشهر رمضان المبارك، خاصة في مصر الحبيبة. في قاهرة المعز، من الظواهر والملامح الأساسية لرمضان بمصر أن تمتلئ مساجدها بالمصلين، وهو ما يدفع بعض أئمة المساجد في أول جمعة من رمضان إلى توجيه خطبة مميزة اعتاد المصلون سماعها كل عام
عن السبب في عدم وجود هذا العدد الضخم في أيام السنة العادية، وتذكيرهم بأن رب رمضان هو رب كل العام. كما تشهد صلاة التراويح إقبالا شديدا، خاصة في الأيام العشر الأواخر وليلة القدر. في عروس البحر المتوسط الإسكندرية، ما يحدث في رمضان بالإسكندرية يتشابه إلى حد كبير مع ما يحدث في القاهرة، فتمتلئ المساجد بالمصلين وتنتشر صلوات التراويح والتهجد بالمساجد، وتقل حركة السير بالمدينة تدريجيا حتى تنعدم تماما في وقت المغرب حتى أذان العشاء، وبعد الأذان تمتلئ الشوارع بالناس وتنتشر الخيام الرمضانية بالمدينة، وتبدأ بالعادات والتقاليد المتوارثة منذ مئات السنين. ففي أول أسبوع من رمضان يبدأ تبادل الزيارات وتناول الأطعمة والولائم مع الأهل والأقارب والأصدقاء، ويشتري الأطفال الفوانيس وتعلق الزينة والفوانيس في جميع أنحاء المدينة. في مدينة طنطا عروس الدلتا، ما يحدث في رمضان بمدينة طنطا التي تتوسط القاهرة والإسكندرية وتبعد عن القاهرة 93 كيلومتر والإسكندرية 120 كيلومتر، مشابه كثيرا لما يحدث في مختلف المدن المصرية أثناء الشهر الكريم، حيث يسود جو من الأمان والاستقرار، ونجد الشوارع تتزين بالفوانيس والزينة الورقية التي يعدها الشباب والأطفال، كما تجد المناطق التجارية مليئة بالمواد الغذائية ويميش رمضان، كما تجد مناطق مثل الأثرية ودرب الأثر ودرب الإبشيهي والسكة الجديدة بمنطقة السيد البدوي قد بدأت في عرض فوانيس رمضان واليميش ومستلزمات الشهر الكريم وتزيين مسجد السيد البدوي بالأنوار الملونة. مدفع رمضان، مدفع الإفطار اضرب، جملة يعشقها وينتظرها الإنسان المصري في كل مكان عند مغيب شمس كل يوم من أيام شهر رمضان المعظم. وهكذا استمر صوت المدفع عنصرا أساسيا في حياة المصريين الرمضانية من خلال المدفع الذي يعود إلى عصر محمد علي، إلى أن ظهر الراديو فتوقف إطلاقه من القلعة في أحيان كثيرة، وإن ظل التسجيل الصوتي له يذاع يوميا عبر أثير الراديو والتلفزيون، إلى أن قرر المسؤولون أن تتم عملية بث الإطلاق على الهواء في أذان المغرب من القلعة. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأعنا فيه على الصيام والقيام